السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض أول درس معانا في التاريخ، وهو الدولة الأموية. النهاردة هنتكلم عن الدولة الأموية، وهنتكلم عن مؤسس الدولة الأموية، إزاي قامت الدولة الأموية عندنا، قامت على يد مين. يعني كل ده هنعرفه في درسنا النهاردة. يلا نبدأ درسنا مع بعض، بسم الله. الدولة الأموية، احنا عرفنا ان بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، عرفنا ان بعد وفاته جاء عندنا الخلفاء الراشدين زي سيدنا ابي بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن ابي طالب. وعرفنا ان سيدنا علي بن ابي طالب كان حصل خلاف ما بينه وما بين اللي هو والي الشام اللي هو كان معاوية بن أبي سفيان. والخلاف ده أدى إلى حاجة اسمها التحكيم، بقى في تحكيم ما بينهم هما الاتنين وحصل الصلح. طيب اللي حصل بعد كده اللي طبعا خرجت فئة اسمها الخوارج، طبعا ما عجبهاش الصلح ده، فقامت بإيه؟ قامت بقتل علي بن أبي طالب. قامت بقتل علي بن أبي طالب عام 40 هجريا. مش أخدنا كل ده قبل كده؟ كده خلاص انتهى عندنا عصر الخلفاء الراشدين بموت سيدنا علي بن أبي طالب على يد الخوارج 40 هجريا. بعد موت علي بن أبي طالب ايه اللي حصل؟ اللي حصل عندنا ان المسلمين عندنا انقسموا الفريقين، فريق مؤيد معاوية بن أبي سفيان، وفريق معين ايه او مؤيد مين؟ مؤيد الحسن ابن علي بن أبي طالب. تمام كده؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ طب هنا كده المسلمين في فريقين ما بينهم، يعني المسلمين كده متقسمين. اللي حصل ان راح عام 41 هجريا، عام 41 هجريا قام الحسن ابن علي بن ابي طالب واخوه الحسين، او قام الحسن بالتنازل عن الخلافة لمعاوية بن ابي سفيان، واخوه بايعه هو كمان، يبقى كده الحسن والحسين بايعوا معاوية بن ابي سفيان على الخلافة وتنازلوا عنها واختاروه كخليفة للمسلمين. طب ليه عملوا كده؟ ليه الحسن والحسين تنازلوا عن الخلافة، وليه بايعوا معاوية بن أبي سفيان ان هو يكون الخليفة؟ طبعا عملوا كده عشان حقنا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم. يعني قالوا احنا لو فضلنا على الوضع ده، او الحسن قال لو فضلت انا منقسم بين مجموعة من المسلمين ومعاوية كذلك، طبعا ده هيحصل معارك ما بين المسلمين، هيبقى فيه دم، هيبقى فيه موت. فطبعا هو قال حقنا ان احنا نمنع كل ده ونجمع كلمة الاسلام ونبايع خليفة واحد بس، يبقى هو ده خليفة المسلمين. تمام كده؟ فالمسلمين طبعا لما لقوا كده ولقوا الحسن والحسين عملوا كده، فاستبشروا المسلمين خيرا، استبشروا خيرا، ورأوا ان اللي عمله الحسن ده تحقيق لنبوة جده الرسول صلى الله عليه وسلم. تحقيق لنبوة جده الرسول صلى الله عليه وسلم. حد يقول لي يعني ايه يا ميس؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ من 30 سنة كده، قال ايه؟ قال بعد 30 سنة هيحصل خلاف ما بين المسلمين، واللي هيوقف الخلاف ده واللي هيمنعه هو الحسن ابن علي ابن ابي طالب. علشان كده بنقول تحققت ان تحقيق لنبوة جده الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمي عام 41 هجريا بايه؟ سمي بعام الجماعة. سمي بعام الجماعة. عام الجماعة يعني ايه؟ يعني ده العام اللي اجتمعت فيه كلمة المسلمين على مبايعة معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين. تاني، عام الجماعة يعني ايه؟ عام الجماعة ده اللي اجتمعت فيه كلمة المسلمين على مبايعة معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين. يعني المسلمين كلهم اتجمعوا كده، كلهم وبايعوا مين؟ بايعوا معاوية بن أبي سفيان كخليفة للمسلمين. طيب كده عندنا قامت الدولة الأموية عام 41 هجريا. يبقى تأسيس الدولة الأموية الأول، أول حاجة هناخدها تأسيس الدولة الأموية. هنقول تأسست الدولة الأموية عام 41 هجريا عندما بايع الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان للخلافة. يبقى تأسيسها
قامت عام 41 هجريا لما بايع أو لما تنازل الحسن ابن علي بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة. دي التأسيس. طيب مين مؤسسها؟ مؤسسها طبعا هو معاوية بن أبي سفيان، يبقى مؤسس الدولة الأموية هو معاوية ابن أبي سفيان. طيب تنسب لمن؟ عندنا بتنسب إلى أمية الجد، ده الجد الأكبر لمعاوية ابن أبي سفيان، عشان كده هي بتنسب إليه. أمية الجد الأكبر لمعاوية بن أبي سفيان. عاصمتها إيه؟ الدولة الأموية عاصمتها دمشق. عاصمتها دمشق. عدد خلفائها 14 خليفة. مدة حكمها 91 عام. 91 عام. يبقى هنا هنكتب، لو مثلا كتبنا إيه، نمسح كل ده عشان كده ما نتلخبطش وناخدهم بالترتيب ورا بعض. تمام. لو كتبنا هنا تنسب الى اميمه يبقى او الى اميه الجد، هنقول بتنسب الى من؟ اهي الكلمه دي تنسب الى من؟ ادي رقم 1. طيب مين اللي اسسها؟ اهو تاسيسها قامت على يد معاويه ابن ابي سفيان، ده اللي اسسها، يبقى دي رقم 2. طيب تأسيسها بقى، احنا قلنا تأسيسها، احنا عرفنا المؤسس. طب تأسيسها عندنا لما تنازل الحسن والحسين عن لما تنازل الحسن والحسين عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان وبايعوه كخليفة للمسلمين. طيب بعد كده عندنا العاصمة قلنا دمشق. طيب عدد الخلفاء عندنا 14 خليفة. مدة حكمها 91 عام. قعدت حكم الدولة الأموية. طيب بقى نتكلم عن اشهر خلفاء الدولة الاموية واهم اعمالهم. طبعا مادام اشهر الخلفاء يبقى على طول هنبدأ باللي اسس الدولة الاموية او المؤسس الاول، وهو معاوية ابن ابي سفيان. معاوية ابن ابي سفيان قبل توليه الخلافة كان عامل ازاي؟ قبل ما يتولى الخلافة معاوية ابن ابي سفيان ده كان كاتب او كان من كتاب الوحي. كان من كتاب الوحي يعني ايه؟ يعني لما كان سيدنا جبريل بينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي او بالقرآن، فكان هو بيقعد يكتب اللي كان بينزل على سيدنا محمد. كمان شارك في حروب الردة. كمان شارك في فتح الشام، واصبح وليا عليها عام 18 هجريا. فضل والي على الشام من اول 18 هجريا لحد ما تم مبايعته بالخلافة عام 41 هجريا. تاني، يبقى فضل والي على الشام من عام 18 هجريا لحد عام 41 هجريا لحد ما تم مبايعته بالخلافة، يعني قعد حوالي زي 23 سنة كده والي على الشام. طيب لما خلافته بقى بدأ الخلافة او تولى الخلافة عام 41 هجريا لحد وفاته عام 60 هجريا. يعني قعد حوالي زي 19 سنة خليفة على المسلمين. يبقى قلنا أول حاجة معاوية، قلنا المؤسس الأول للدولة الأموية. قبل توليه الخلافة اللي حصل قبل توليه الخلافة كان من كتاب الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم. شارك في حروب الردة. كمان شارك في فتح الشام وأصبح والي عليها عام 18 هجريا لحد ما تم مبايعته بالخلافة وأصبح خليفة على المسلمين عام 41 هجريا. يعني قعد والي على الشام قد ايه؟ قعد والي على الشام 23 سنة. بعد كده لما تولى الخلافة من 41 هجريا قعد في الخلافة لحد وفاته عام 60 هجريا، يعني حوالي 19 سنة كان خليفة على المسلمين. طيب دي خلافته. ترتيبه عندنا ان هو اول خلفاء بني امية اللي هي الدولة الاموية. اول خلفاء بني امية اللي هو الدولة الاموية. اهم اعماله بقى، تعال نشوف كده اهم اعمال الخليفة عثمان ابن عفان، معاوية ابن ابي سفيان. اول اعماله ان جمع كلمة المسلمين. جمع كلمة المسلمين ازاي؟ ان لما كان في خلاف ما بينه وما بين الحسن ابن علي بن ابي طالب، طبعا عمل ايه؟ جمع كلمة المسلمين، ان خلاص الخلاف ده وقف واتجمعوا المسلمين على خليفة واحد وعلى كلمة واحدة. تاني حاجة عملها انه نقل الخلافة او نقل عاصمة الخلافة من الكوفة اللي موجودة في العراق
الى دمشق. طب ليه عمل كده؟ ليه نقل الخلافة او عاصمة الخلافة من العراق في الكوفة او من الكوفة في العراق الى دمشق؟ هنقول حتى يكون بين مؤيدينه. بين مؤيدينه يعني ايه؟ يعني احنا عارفين دلوقتي لسه قايلين ان معاوية بن ابي سفيان قعد والي على الشام 23 سنة، فالناس عارفين هو مين، ده الولي بتاعهم، ده اللي بقاله سنين معاهم. كذلك ايه، عارفين كل حاجة عنه وأعماله. طيب لما ينقل بقى العاصمة الخلافة من الكوفة اللي في العراق ينقلها لدمشق، مين مؤيديه؟ طبعا دي هتبقى حاجة كويسة جدا جدا، لأنه عارف الشام أكتر، عارف ناسها، اتعود عليهم، بقاله سنين معاهم، فحتى يكون بين مؤيديه، بين الناس اللي بتأيده وبتحبه. كمان أنشأ ديوان الخاتم. ديوان الخاتم ده يعني ايه؟ مش الخاتم اللي احنا بنلبسه، لا، الخاتم اللي هو الختم، عارفين لما بنختم حاجة كده في الورق، هو ده ديوان الخاتم. طب ليه عمل كده؟ هنقول بسبب حفظ وختم مراسلات الخليفة، لحفظ وختم مراسلات الخليفة. يعني مثلا دلوقتي الوالي او الخليفة عايز يبعت مثلا رسالة لوالي في اي مكان في الخلافة الاسلامية او في الدولة الاسلامية، يعمل ايه؟ هيبدأ يكتب الرسالة. طب ما ممكن حد اللي بيوصل الرسالة ده ممكن ياخدها يزورها ويكتب كلام غير. طيب يعمل ايه عشان الرسالة تبقى واصلة بالظبط وتوصل الكلام اللي الخليفة بيقوله؟ انه بيكتب الرسالة اللي هو عايزها الخليفة، وبياخدها بيرسلها الى ديوان الخاتم، وبيتم ختمها بختام او بختم الايه، بختم الخلافة. فبكده هنعرف ان الرسالة دي جايه لنا عن طريق الخليفة، يعني الرسالة دي صحيحة مش متزورة يعني. فعشان كده انشأ ديوان الخاتم، او اللي هو بيبقى فيه الختم، اي رسالة عايز يبعتها الخليفة فبيحط عليها الختم بتاعه، ان هو بيرسل الرسالة دي لديوان الخاتم ويحط عليها ختمه، وبكده يبعتوها المكان اللي الخليفة عايز يوصلها ليه. كمان انشأ نظام البريد. نظام البريد اللي هو البريد عشان يرسل كده الرسائل او اي حاجة الورق اللي هو محتاج يبعته في اي دولة او اي مكان في الخلافة الاسلامية او في الدولة الاسلامية، فانشأ نظام البريد زي نظام البريد عندنا دلوقتي يعني. كمان ادخل نظام الوراثة في الحكم، يعني خلاص ما بقاش في شورى في الحكم او في الخلافة، لا، دخل نظام الوراثة، يعني مثلا لو هو مات ابنه يجي بعديه وهكذا. يبقى كده ما بقاش في الموضوع شورى خالص، ان هم المسلمين يستشيروا بعضهم. كمان واصل حركات او حركة الفتوحات الاسلامية، واصل كده بالحركة الفتوحات الاسلامية، وبدأ يتوسع في الدولة الاسلامية ويقوم بفتوحات كتيرة وجديدة. كمان اهتم بالبحرية الاسلامية. اهتم بالبحرية الاسلامية يعني بالاسطول البحري كده، اللي هي السفن والحاجات اللي بتبقى موجودة في البحر. كمان اهتم بالعمران اللي هو البنى يعني، فشيد ايه؟ فشيد في عهده مدينة القيروان. فشيد في عهده مدينة القيروان، وبكده توفى عندنا الخليفة معاوية ابن ابي سفيان. يبقى كده عرفنا قامت ازاي قيام الدولة الاموية، ازاي عرفنا بتنسب الى مين، عرفنا مين مؤسسها، عرفنا ازاي تأسست، وعرفنا العاصمة، عدد الخلفاء والمدة الحكم، عرفنا من اشهر خلفاء الدولة الاموية، وعرفنا ان مين المؤسس الاول ليها، وعرفنا كان قبل الحكم عمل ايه، عرفنا مدة خلافته، عرفنا ترتيبه بين الخلفاء الامويين، كمان عرفنا اهم اعماله وهو خليفة. تمام كده؟ طيب كده عندنا خلاص اتوفى الخليفة معاوية ابي سفيان عام 41 هجرية. طيب مين اللي جاء بعده؟ الاول بعد ما توفى معاوية بن ابو سفيان عندنا حصلت فتن كتير جدا 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 في الدولة الاسلامية، وحصل خلافات وحصل قتل وحصل انقسام، لحد ما جاء خليفة هو اللي قام بتوحيد المسلمين مرة اخرى. وهو مين الخليفة ده؟ الخليفة هو عبد الملك ابن مروان اللي هو المؤسس الثاني. ازاي المؤسس الثاني؟ ايوه، هو عبد الملك ابن مروان، وده يعتبر خامس خلفاء الدولة الاموية في ال 14 خليفة اللي هنتكلم عنه في الدولة الاموية. احنا قلنا ان الدولة الاموية عبارة عن كام خليفة؟ عبارة عن 14 خليفة. طب ده جاي الخامس، طب فين الاربعة اللي قبله او الثلاثة اللي قبله؟ طبعا احنا بنتكلم عن اشهر واقوى الخلفاء، ما بنتكلمش مثلا على الخلفاء بالترتيب، احنا بنتكلم عن اشهر خلفاء الدولة الاموية واقواهم.
فاللي بعد كده هو عبد الله او عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدولة الاموية. ده خلافته تولى الخلافة عام 65 هجريا لحد ما توفى عام 86 هجريا، يعني قعد حوالي 21 سنة خليفة على المسلمين. يبقى تاني، بعد وفاة معاوية بن ابي سفيان، عشان ما نتوهش من بعض اهو، بعد وفاة معاوية بن ابي سفيان عام 41 هجريا انقسم المسلمين وحصل خلافات ما بين المسلمين، فقام مين؟ قام عبد الملك بن مروان اللي هو اللي يعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية. قام بإيه؟ قام بتجميع المسلمين مرة تانية، فتولى الخلافة عام 65 هجريا لحد وفاته عام 86 هجريا، يعني قعد خليفة على المسلمين حوالي 21 سنة. ترتيبه كام في الخلفاء ال14 اللي موجودين في الدولة الأموية؟ ترتيبه رقم 5. ليه دخلنا على رقم 5 على طول؟ عشان قلنا احنا بنتكلم عن أهم وأشهر الخلفاء الأمويين اللي جم وأهم أعمالهم. طيب أهم أعمال بقى عبد الملك بن مروان عمل إيه؟ عبد الملك بن مروان في أهم أعماله رقم 1 إنه قضى على الفتن وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية، علشان كده احنا بنقول عليه إن هو المؤسس الثاني بعد معاوية بن أبي سفيان للدولة الأموية. يبقى أول حاجة عملها عبد الملك بن مروان إنه قضى على الفتن وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية، علشان كده اعتبر المؤرخون إن هو المؤسس الثاني للدولة الأموية. كمان عمل إيه؟ إنه أمر بتنقيط المصحف. يعني إيه أمر بتنقيط المصحف؟ يعني كان المصحف زمان من غير نقط. كان إيه؟ كان من غير نقط. يعني مثلا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، كانت كلمة بسم الله اللي هي بسم الله دي المفروض هنا في نقطة. احنا كمسلمين او كعرب او عارفين مثلا اللغة العربية نقدر نقراها من غير نقط، صح؟ يعني ممكن اول ما نشوف دي نقول بسم الله، لو حطينا بقى نقطة او شلنا النقطة هنقدر نقراها. طب هو ليه عمل كده؟ ما احنا ممكن نقراها عادي من غير نقط. قالك عشان يسهل قراءتها على حديث العهد بالاسلام، يعني الناس اللي لسه جديدة مش عرب كده وداخلين جداد اجانب يعني وداخلين جداد في الاسلام يقدروا يقروا القرآن بسهولة ويكون الموضوع سهل عليهم. يبقى النقط دي هتسهل اللي داخل جديد في الإسلام إن هو يقدر يقرأ الكتاب القرآن الكريم أو المصحف يقراه بسهولة. طيب عمل إيه كمان؟ إنه عرب الدواوين. عرب الدواوين يعني إيه؟ يعني خلى لغة الكتابة فيها باللغة العربية، خلى لغة الكتابة في الدواوين باللغة العربية. كمان عمل انه ضرب العملة الاسلامية. ضرب العملة الاسلامية بعد ان كانت رومانية او فارسية، يعني المسلمين العملة اللي كانوا بيتعاملوا بيها كانت عملة لا اما رومانية لا اما كانت فارسية، ما كانش في عملة اسلامية. فعمل ايه؟ عمل عملة ضرب، يعني عمل عملة اسلامية زي كده اهي، زي العملة دي مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، ودي عملة اسلامية يتعامل بيها المسلمين في كل الدول الاسلامية او في كل اماكن الاسلامية. كمان ان هو انشأ مسجد قبة الصخرة اللي موجود في بيت المقدس في فلسطين. عارفين احنا طبعا قبة الصخرة اللي موجودة في فلسطين، مين اللي انشأها؟ اللي انشأها هو عبد الملك ابن مروان. كمان واصل حركة الفتوحات الإسلامية واستمر فيها، إنه بدأ يواصل كده في حركة الفتوحات ويفتح بلاد إسلامية كتيرة. يبقى تاني كده نرجع مع بعض عبد الملك بن مروان. قلنا عبد الملك بن مروان هو المؤسس الثاني للدولة الأموية. خلافته تولى الخلافة عام 65 هجريا لحد ما توفى عام 86 هجريا، يعني قعد حوالي 21 سنة خليفة للمسلمين. عرفنا ترتيبه ان هو خامس خلفاء الدولة الاموية. عرفنا اهم اعماله انه قضى على الفتن اللي كانت موجودة واعاد الاستقرار للدولة الاسلامية، عشان كده المؤرخون اعتبروه ان هو مؤسس الثاني للدولة الاموية. كمان امر بتنقيط المصحف، امر ان يضع كده النقط على الحروف اللي موجودة في المصحف عشان تسهل قراءتها على الناس الجديدة او الاجانب، او مثلا لو حد من الفرس او من الروم هيدخلوا في الاسلام جديد فيبقى الموضوع سهل عليهم ان هم يقدروا يقروا المصحف. كمان عرب الدواوين، يعني خلى كل الدواوين او كل مكان
في الدولة الإسلامية خلاه جعله باللغة العربية. بعد مثلا لو في مكان مكتوب مثلا باللغة اليونانية، باللغة مش عارفة ايه، لا، خلى كل الدواوين اللي موجودة في الدولة الإسلامية جعلها باللغة العربية. كمان ضرب العملة الإسلامية، يعني عمل عملة إسلامية كده بعد ما كانت العملة المسلمين بيتعاملوا بالعملة لا إما الرومانية لا إما الفارسية، فقال لا، احنا هنعمل عملة إسلامية خاصة بالمسلمين يتعاملوا بيها، العملة اللي هي الفلوس يعني. كمان أنشأ مسجد قبة الصخر اللي موجود في بيت المقدس اللي موجود في فلسطين اللي كلنا عارفينه. كمان واصل حركة الفتوحات الإسلامية وقام بتوسع في الدولة الإسلامية. بعد عبد الملك ابن مروان جاء بعده مين؟ جاء بعده ابنه الوليد ابن عبد الملك. جاء بعده الوليد ابن عبد الملك، لان احنا قلنا احنا ماشيين بنظام الخلافة، صح كده؟ بنظام الوراثة، ان بيتم التوريث. طيب عبد الملك او الوليد ابن عبد الملك ده اللي عرف عصره بعصر الذهبي، عرف عصر الوليد بن عبد الملك بالعصر الذهبي. عندنا خلافته، تولى الخلافة عام 86 هجريا، تولى الخلافة عام 86 هجريا يعني بعد وفاة أبيه اللي هو عبد الملك بن مروان، حتى عام 96 أو حتى وفاته عام 96، يعني قعد حوالي 10 سنين خليفة على المسلمين. يبقى الوليد بن عبد الملك تولى الخلافة بعد وفاة أبيه عبد الملك بن مروان، لأن كان في نظام الوراثة. طيب تولى الحكم إمتى أو الخلافة؟ تولى الخلافة عام 86 هجريا حتى وفاته عام 96 هجريا. ترتيبه في الخلفاء الأمويين عندنا إن هو سادس خلفاء الدولة الأموية، رقم 6 كده في خلفاء الدولة الأموية. ترتيبه سادس خلفاء الدولة الأموية. أهم أعماله بقى، أهم أعمال الوليد بن عبد الملك، أهم أعماله إن سمي عصره بالعصر الذهبي للدولة الأموية، سمي عصره بالعصر الذهبي للدولة الأموية. طب ليه؟ ليه سمي عصر الوليد بن عبد الملك بالعصر الذهبي للدولة الأموية؟ هنقول لأنه اهتم بالعمران. إزاي؟ حيث بنى المسجد الأموي بدمشق، أعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة، وسع الحرم المكي بمكة المكرمة، مهد الطرق وحفر الآبار. كل ده عمله؟ عمل حاجات تانية، بس تعالوا أول كده نتكلم عن اهتم بالعمران. بنى المسجد الأموي بدمشق، بنى المسجد الأموي بدمشق، دمشق اللي هي العاصمة. عمل مسجد كبير جدا اللي هو اسمه المسجد الأموي، مسجد جميل جدا جدا وكبير. كمان أعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة، المسجد النبوي في المدينة أعاد بناؤه وقام بترميمه وقام إن هو خلاه أجمل من الأول. كمان وسع الحرم المكي بمكة المكرمة، ان الناس لما بتيجي او المسلمين لما بييجوا يحجوا او يعملوا عمرة او يطوفوا حوالين الكعبة، فكان المكان بيكون ضيق عليهم لان خلاص الدولة الاسلامية بدأت تتوسع، فهو قام بتوسيع الحرم المكي بمكة المكرمة. كمان مهد الطرق وحفر الآبار، مهد الطرق وحفر الآبار يعني الطريق كده اللي الناس بتسافر فيه، ناس مسافرة، عمل لهم الطريق يكون مستوي كده عشان الناس تقدر تسافر فيه وتبقى سهلة عليها موضوع السفر. وكمان حفر في الآبار في كل مكان كده موجود على طرق السفر، بحيث لما حد حب يستريح، حد حب يشرب، فيلاقي الآبار والمية موجودة ليه في الطريق. طيب ايه كمان؟ انه اهتم بالفتوحات الإسلامية لحد ما وصلت جيوش المسلمين إلى بلاد الأندلس، الأندلس في الغرب وإقليم السند في الشرق. اهتم بالفتوحات الإسلامية زي ما قلت إن وصلت جيوش المسلمين إلى بلاد الأندلس، عندنا هنا غربا فوق كده شايفين كل ده، وصلت غربا وكمان إلى إقليم السند في سوري هنا إلى بلاد الأندلس غربا. هنا بلاد الأندلس شايفين كل اللي بالبامبا ده، كل ده قام افتتاحه الوليد بن عبد الملك لحد اقليم السند في الشرق، الى اقليم السند في الشرق. كل اللي بالبامبا اللي انتوا شايفينه المساحه دي كلها كانت الدوله الاسلاميه اللي اتوسعت في عهده، كل دي الدوله الاسلاميه اللي تم توسيعها في عهده وقام بالفتوحات الاسلاميه اللي زي ما قلنا وصلت لبلاد الاندلس في الغرب لحد اقليم السند او بلاد السند في الشرق. اهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية للناس كرعاية
المرضى والمعاقين والفقراء. يعني ان هو بدأ يقدم الخدمات للناس اللي محتاجة فلوس، اللي هم الفقراء بقى يروحوا للخليفة هو يديهم فلوس، الناس المريضة بقت تتعالج ببلاش، المعاقين بقى ليهم رعاية خاصة لان طبعا مش بيقدروا يتصرفوا لوحدهم زي لما يكون انسان سليم. يبقى دي اهم اعمال الوليد ابن عبد الملك. قلنا الوليد ابن عبد الملك قلنا ان تولى الخلافة عام 86 هجريا بعد وفاة ابي عبد الملك بن مروان لحد ما توفى عام 96 هجريا، سادس الخلفاء الامويين. سمي عصره بالعصر الذهبي للدولة الاموية لانه اهتم بالعمران، بنى المسجد الاموي بدمشق العاصمة، اعاد بناء المسجد النبوي بالمدينة، وسع الحرم المكي بمكة المكرمة، كمان مهد الطرق وحفر الآبار، اهتم بالفتوحات الإسلامية لحد ما وصلت جيوش المسلمين لبلاد الأندلس في الغرب وإقليم السند في الشرق، وكمان اهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية للناس كرعاية المرضى والمعاقين والفقراء. كده ندخل على الخليفة الزاهد وهو خامس الخلفاء الراشدين. خامس الخلفاء الراشدين هو عمر بن عبد العزيز. الخليفة عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة عام 99 هجريا لحد ما توفى عام 101 هجريا، يعني قعد سنتين بس، قعد سنتين بس في الخلافة الإسلامية. طيب ترتيبه بقى في الدولة الأموية إن هو تامن خلفاء الدولة الأموية. تامن خلفاء الدولة الأموية هو عمر بن عبد العزيز. يبقى عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الزاهد، خامس الخلفاء الراشدين، تولى الخلافة عام 99 هجريا لحد وفاته عام 101 هجريا، يعني قعد سنتين بس في الخلافة. طيب ترتيبه في الخلافة أو في الدولة الأموية إن هو تامن الخلفاء الأمويين. عمل إيه؟ أهم أعمال عمر بن عبد العزيز عمل إيه؟ أول حاجة إنه حافظ على المال العام. حافظ على المال العام اللي هو مال الدولة الإسلامية. ان هو عمل ايه؟ بدأ بنفسه كده ان هو اعاد ما وهب له من اموال هو وزوجته لبيت المال، يعني اي فلوس جات له، هدايا، اي حاجة جات له خدها كلها هي وبتاعته وبتاعت زوجته وراح رجعها لبيت المال بتاع المسلمين. كمان عمل انه طلب من بني أمية اللي هم اهله، يعني طلب منهم ان اي فلوس اخذوه اخذوه بدون وجه حق كده او اخذوه ايام الدولة الاموية ياخدوها ويرجعوها تاني لبيت المال. كمان عين ولاة اتصفوا بالتقى والصلاح وحسن السيرة. يعني ايه؟ يعني اي والي كانت الناس بتشتكي منه وتقول ده والي ظالم كان بيتم عزله ويعين ولاة بيكونوا صالحين، ليهم سيرة كويسة، بيتقوا الله في المسلمين، فكان بيعين الولاة اللي اتصفوا بالتقى والصلاح وحسن السيرة. ايه كمان اهم اعماله؟ انه اهتم بالعمران. بنى ايه يعني عمران؟ يعني بنى ان هو انشأ المساجد، مهد الطرق وحفر الابار، عمل الطرق كده وظبطها بحيث الناس تقدر تمشي عليها، وكمان حفر الابار. كمان استصلح الاراضي فعم الخير، بدأ كده يستصلح اراضي الزراعية فيبدأ يحصل فيه محصول وفيه زراعة، فطبعا هيعم الخير على المسلمين. كمان نشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالقدوة والموعظة الحسنة. نشر الإسلام في البلاد المفتوحة يعني ايه نشر الإسلام؟ يعني بدأ ان هو يهتم بالدين الإسلامي، بدأ ينشر كده مبادئ الدين الإسلامي، بدأ ينشر كده الإسلام ومبادئه وتعليمه في الدول الإسلامية أو البلاد المفتوحة. طبعا ده هيؤدي إلى ايه؟ هيؤدي ان الناس هترجع تاني تدخل في الدين او في الدين الاسلامي افواجا، يعني ناس هترجع، المسلمين هيتمسكوا بدينهم اكتر، اللي ما دخلوش في الاسلام هيدخلوا في الاسلام، فطبعا ده هيؤدي الى دخول الناس وتمسكهم ورجوعهم الى الدين الاسلامي. يبقى عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ قلنا عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة عام 99 هجريا لحد 101 هجريا، يعني قعد سنتين بس في الخلافة، خامس الخلفاء الراشدين وثامن خلفاء الدولة الأموية. قلنا حافظ على المال العام زي ايه؟ ان هو اعاد ما وهب له من اموال هو وزوجته لبيت المال، طلب من بني أمية اللي هم أهله وعيلته، يعني إن هم يرجعوا ما أخذوه من الفلوس أو من الأموال يرجعوها لبيت المال. كمان عين ولاة اتصفوا بالتقى والصلاح وحسن السيرة. اهتم بالعمران ازاي؟ انه انشأ المساجد، مهد الطرق، حفر الآبار. كمان قام باستصلاح الأراضي
وايه فعم الخير، بقى في اراضي زراعيه وفي محاصيل وفي خير. نشر الاسلام في البلاد المفتوحه بالقدوه والموعظه الحسنه. فكانت النتيجه ايه؟ النتيجه ان هم دخلوا الناس في دين الله افواجا. هنا بقى سؤال مهم جدا ويقول: بما تفسر اطلق على عمر بن عبد العزيز انه خامس الخلفاء الراشدين؟ ليه اطلق على عمر بن العزيز؟ اشمعنى هو ان هو خامس الخلفاء الراشدين؟ هنقول بسبب ما عرف عنه من العدل واستشارته للعلماء في امور الدولة. عرف عنه انه عادل، ويعرف عنه انه بيستشير او ماشي بمبدأ الشورى، يستشير العلماء كده في امور الدولة. وطبعا اللي كان بيعمل كده هم الخلفاء الراشدين. كمان اعماله اللي قام بها لصالح الدولة الاسلامية، عرفنا انه عمل حاجات كتيرة زي انه رجع المال بتاعه وبتاع اهله وزوجته، رجعوا البيت المال. وعرفنا انه عين ولاة متقين او حسن سيرة او عندهم صلاح، عندهم تقى. فعمل كمان انه انتشر الرخاء والعدالة الاجتماعية. لما قام بالصلاح ده في الدولة الاسلامية، كل ده ادى لانتشار الرخاء والعدالة الاجتماعية. بقى في عدالة اجتماعية موجودة بين المسلمين، لان طبعا بدأ بنفسه. لما بدأ بنفسه انه رجع فلوسه، الفلوس بتاعته وفلوس زوجته وفلوس اهله لبيت المال، فطبعا بقى في عدالة اجتماعية. كمان انتشار الرخاء. انتشار الرخاء ازاي؟ لما رجع الفلوس، طبعا كل ده ادى الى ان وجود فلوس كتير جدا في بيت المال، فبدأ في رخاء، بدأ في عدالة، بدأ الناس تتعالج، بدأ يبقى في حاجات كتير كويسة جدا في الدولة الإسلامية. عشان كده أطلق على عمر بن عبد العزيز أنه خامس الخلفاء الراشدين. يبقى بما تفسر أطلق على عمر بن عبد العزيز أنه خامس الخلفاء الراشدين، هنقول بسبب ما عرف عنه من العدل واستشارته للعلماء في أمور الدولة. كمان أعماله اللي قام بيها لصالح الدولة الإسلامية. كمان أدى كل ده لانتشار الرخاء والعدالة الاجتماعية. كده بقى عندنا ضعف وسقوط الدولة الأموية. ضعف وسقوط الدولة الأموية ده بيرجع إلى إيه؟ بيرجع إن تولى 6 خلفاء ضعاف بعد عمر بن عبد العزيز، وكان آخرهم مروان ابن محمد. مروان ابن محمد ده كان آخر تم تعيينهم أو تم إن هو وصل للخلافة في الدولة الأموية. طيب يبقى تولى 6 خلفاء ضعفاء بعد عمر بن عبد العزيز. ليك طبعا لما يبقى في خليفة ضعيف ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الدولة هتسقط. طبعا الخليفة ضعيف، الناس كده عارفين ان الخليفة ده ضعيف ما بيقدرش يعمل حاجة، فلازم هيؤدي الى سقوط الدولة. ايه كمان؟ ضعف الامراء والصراع بينهم نتيجة تعيين اثنين في ولاية العهد. يعني ايه؟ يعني احنا عرفنا ان الخلافة كانت بنظام الوراثة، كل خليفة يموت ابنه يجي بعده، كل خليفة يموت ابنه يجي بعده. طيب لما بيجي بعده بقى بدل ما كان بيبقى فيه والي واحد، لا ده كان بيتم تعيين 2. كان بدل ما يبقى الخليفة ياخد كولي واحد كان بيبقى 2. طب لما يبقى 2 فهيبقى في الصراع، الاتنين يقعدوا بقى يتخانقوا مع بعض ويحصل ما بينهم صراعات. ليه؟ ده عايز يتعين بعد الخليفة ما يموت هو يبقى هو الخليفة، وده كذلك، فيبقى في صراع في الحكم. كمان الصراع بين القبائل العربية على النفوذ والمناصب المهمة. الصراع بين القبائل العربية ان كل قبيلة عربية كانت بتعمل صراع وخناقات ما بينها وما بين القبيلة الاخرى. ليه؟ لان هم عايزين يحصلوا على النفوذ وعلى المناصب المهمة، فكان بيبقى فيه صراع ما بين القبائل العربية. كمان كراهية الموالي للأمويين. مين هم الموالي دول؟ الموالي دول هم الناس اللي دخلت الإسلام بس مهمش عرب. الناس اللي دخلوا الإسلام بس مهمش عرب، دخلوا من بلدان مختلفة. فدولت كانوا مالهم بقى الموالي دولت بيكرهوا الأمويين. ليه؟ بيكرهوا الأمويين لأن هم كانوا بيلاحظوا ان الأمويين بيفضلوا العرب عليهم. كانوا كده بيحسوا ان الأمويين بيفضلوا العرب وبيقدروا العرب ويهتموا بيهم عن الموالي. الموالي قلنا الناس اللي هي مش عربية ودخلت الدين الإسلامي. كمان عندنا كثرة الفتن والثورات اللي قامت بيها الشيعة والخوارج. كثرة الفتن والثورات طبعا لان في هنا عندنا خليفة وعندنا والي ضعيف، فطبعا عادي جدا ان يحصل فتن ويحصل ثورات، لان مفيش خليفة او قائد او والي هيقدر يحكم الناس دي، فاي حد عادي ان هو يقوم بفتن وثورات زي اللي قامت بها الشيعة والخوارج.
كمان الدعوة العباسية. الدعوة العباسية اللي قادها أبو مسلم الخراساني ده كان من الموالي، حتى تمكن العباسيون أو العباسيون من هزيمة الأمويين في معركة الذئب عام 132 هجريا. طبعا الدعوة العباسية دي اللي قادها أبو مسلم الخراساني ده كان من الموالي اللي كان بيكره الأمويين جدا جدا جدا. طيب اشمعنى العباسيون؟ ان هو قال اللي احق بالخلافة هم احفاد العباس اللي هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم احق بالخلافة اللي هم العباسيون. فكان بيدخل ناس كتير جدا جدا من اللي بيكره الامويين معاهم، فنجحت الفكرة ديت ان هم يعملوا دعوة عباسية وان هم يقوموا دولة عباسية وان هم يقضوا على الامويين. فتمكنوا العباسيون دولت من هزيمة الامويين في معركة الذئب 132 هجريا. طيب ترتب على المعركة دي ايه؟ ترتب عليها ان هم لحقوا اخر الخلفاء الامويين اللي هو كان مروان ابن محمد وقتلوه في مصر. عملوا معركة فترتب على معركة الذئب اللي هي 132 هجريا دي ان هم قعدوا يلحقوا اخر الخلفاء الامويين، قعدوا يلحقوه لحد ما تم قتله في مصر اللي هو كان مروان ابن محمد. طيب ايه كمان؟ ان مبايعة عبد الله ابن محمد ابن علي اللي هو ابو العباس خليفة للمسلمين ليعلن قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية. يبقى معركة الذئب اللي هي عام 132 هجريا دي معركة كانت ما بين العباسيون وما بين الأمويون. تمام كده؟ العباسيون لما بدأوا يعملوا اللي هي مبادرة أو إن هما فكرة إن العباس أو أي حد من أبناء العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو العباس بن عبد المطلب يكون هو أولى بالخلافة مكان الأمويون. فبدأ ناس كتير جدا 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 ينضموا اللي هم العباسيون، بقوا أقوياء جدا. طيب عملوا ايه؟ عملوا ان هم قاموا بدخول في معركة كده مع الأمويون اللي هي كانت قدام نهر اسمه نهر الذئب، عشان كده سميت المعركة بمعركة الذئب. نهر الذئب ده اللي هو كان في شمال العراق ده، فعشان كده احنا سمينا المعركة دي او سميت المعركة بمعركة الذئب لان هي كانت قريبة من نهر الذئب شمال العراق. فدخلوا الامويون ضد العباسيون في المعركة اللي هي معركة الذئب لحد ما انتصر العباسيون على الامويون، وقام اللي هو اخر الخلفاء الامويون اللي هو كان مروان ابن محمد قام بالهروب او فر الى مصر لحد ما تم قتله على يد العباسيون. طب ايه اللي حصل بقى في بعد المعركة؟ مبايعة عبد الله ابن محمد ابن علي اللي هو ابو العباس للمسلمين ليعلن قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الاموية. يبقى تاني بسرعة مع بعض كده، ضعف وسقوط الدولة الاموية ده بيرجع لايه؟ قلنا ان اتولى 6 خلفاء ضعاف بعد عمر بن عبد العزيز كان اخرهم مروان ابن محمد. كمان ضعف الامراء والصراع بينهم نتيجة تعيين 2 في ولاية العهد. الصراع بين القبائل العربية على النفوذ والمناصب المهمة. كراهية الموالي للأمويين، وعرفنا مين هم الموالي، قلنا اللي هم ما كانوش عرب ودخلوا في الإسلام، زي عندنا مثلا الأتراك زي الفرس زي الناس دي. ليه؟ لأن الموالي بيروا أن الأمويين كانوا بيفضلوا العرب عليهم، كانوا بيفضلوا العرب كده ومتجهين للعرب عليهم. كمان كثرة الفتن والثورات اللي قامت بيها الشيعة والخوارج، والدعوة العباسية اللي قادها ابو مسلم الخراساني اللي كان ده واحد من الموالي، ان هو عمل فكرة كده وقال ان ابناء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم هم اولى بالخلافة. فتمكنوا العباسيون من هزيمة الامويين في معركة الذئب اللي كانت عند نهر الذئب، فسميت المعركة بهذا الاسم. وكانت الاطراف بين الامويين وكانت بين العباسيين اللي انتصر فيها العباسيون لكثرتهم على الامويون، وقاموا بملاحقة مروان ابن محمد حتى وصل الى مصر وقتلوه. بعد كده كان برضو من ضمن النتائج المعركة مبايعة عبد الله ابن محمد ابن علي المشهور بأبو العباس خليفة للمسلمين ليعلن قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية. تم سقوط الدولة الأموية، والناس اللي عرفت تهرب وتفر ذهبت للأندلس وقامت بقيام دولة أموية كده صغيرة على قدهم،
وخلاص انتهت الدولة الأموية. طيب في حاجة بعدها كده موجودة في الكتاب اسمها الفتوحات الإسلامية في عصر الدولة الأموية، وديت مش علينا، ديت للقراءة فقط. اللي عايز يقراها يفضل يقراها عادي جدا، بيكسب معلومة. اللي هي الفتوحات الإسلامية في عهد أو في عصر الدولة الأموية، سواء بقى الفتوحات كانت في الشرق أو في الغرب، وحركة الفتوحات الإسلامية في عصر الدولة الأموية في الشمال، وعندنا في الشرق، وعندنا في الغرب. كده خلاص خلصنا الدرس، وإن شاء الله نحل الأسئلة. ولو عندكم برضو أي سؤال اكتبولي في التعليقات وأنا هجاوبكم عليه. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم النجاح، ومع السلامة وفي حفظ الله وفي رعايته.